السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي شرحات بلال ساد في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وبسعادة دايما يا رب. موضوع النهاردة موضوع جميل، موضوع يخص الجي اكس 6605 اس، ويخص بالأخص كيوماكس اتش 2 ميني اكس ار دي. طبعا سوفت جميل، تحويل رائع، هيضيف لك حاجات كتير، هيحل لك مشاكل الجهاز، وهيضيف لك ملف قنوات جديد بإذن الله. يلا فاصل ونواصل. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. اول حاجه نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. تاني حاجه ما ننساش نعمل اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه، تفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد في عالم الرسيفرات. ايه يا عم بلال السوفت الجديد اللي بتقول عليه؟ طبعا انا سايب لك على القناه سوفت جديد جميل شغال، حاجه جميله الناس كلها مبسوطه منه لاجهزه الجي اكس 6605 اس، ولكن ده سوفت جميل هيضيف لك مميزات رائعه وحاجه جميله، وطبعا بالاخص لاجهزه كيوماكس اتش 2 ميني اكس ار دي. يلا اول حاجه نتعرف على الجهاز. معانا النهارده كيوماكس اتش 2 اكس ار دي. طبعا الجهاز كلنا عارفينه بدون واي فاي داخلي. طبعا الجهاز ده يا جماعه 4 ميجا من معالج الجي اكس 6605 اس. طب انت ايه يا عم بلال اللي في السوفت؟ السوفت ده الريموت شغال، العدسه شغال، الاشاره شغال، ملف قنوات عربي، سرعه في الاداء، هيحل مشاكل الجهاز. وطبعا عايزين قبل ما نخش على الشرح، طبعا هيبقى الشرح النهارده عن طريق اللودر، هيبقى السوفت والتحويل عن طريق اللودر، وفي اجهزه هتقبل عن طريق اليو اس بي، يعني حضرتك جرب باليو اس بي، لان طبعا السوفت متعدل بفضل من ربنا باسمي واللوجو القناه. طبعا لوجو القناه هيبقى على الريسيفر انا، لانه بفضل من ربنا تعديل الشخصي. فيلا نخش على الشاشه ويلا نقرب الكاميرا ونشوف الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. طبعا وصلنا الجهاز، وصلنا الكهرباء، وصلت الاتش دي، كل حاجه زي ما انتم فاهمين. طبعا اول حاجه هنجرب بقى ونشرح على الكمبيوتر ازاي تحمل السوفت. طبعا هسيب لك اللودر والسوفت، وطبعا السوفت هيبقى فيه مدمج حاجه جميله من قناه بلال سات. لو ما كنتش عملت اعجاب للفيديو اعمل اعجاب للفيديو، اشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد في عالم الخبرات. طبعا هسيب لك اللودر والسوفت مدمج فيه حاجه جميله وملف قنوات جديد، كل ده هيبقى في سوفت واحد عشان خاطر ما اطولش عليك. ويلا نخش على الكمبيوتر. طبعا انا هسرع الفيديو عشان خاطر ننجز في الوقت، وزي ما حضراتكم هتشوفوا بعد كده هنيجي على الكمبيوتر زي ما حضراتكم شايفين. هنفتح اللودر، طبعا هسيب لك اللودر في صندوق الوصف. طبعا نسمع الفيديو اللي هو كلام مهم عشان خاطر تقدر تجمع جزئين السوفت ده يا جماعه. جميل جميل جميل. وبعد كده زي ما حضرتك شايف هنسيب كلمه اذر زي ما هي، وبعد كده هنختار جي اكس 6605 اس، وبعد كده الكم حسب الكمبيوتر عندك، وسيريال داون. وزي ما انت شايف كده نسيب الاعداد زي ما هي، وبعد كده نختار السوفت زي ما حضرتك شايف بالظبط. تمام. وبعد كده هنعمل ستارت ونرجع نوصل الجهاز بالكهرباء. وزي ما حضرتك شايف هيعد معانا الجهاز زي ما حضرتك شايف تحت كده. تمام. وهنسيب الجهاز لحد ما يحمل لحد 100% ويطلع لنا رسالة كومبليت، يعني تمت العملية بنجاح. وطبعا ما تنساش تعمل اعجاب للفيديو، اشتراك للقناة، تفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد في عالم الرسيفرات. وطبعا هنصبر لحد ما الجهاز يحمل ونرجع تاني على الشاشة الجميلة بتاعتكم عشان نوريكم بعد التحديث وبعد السوفت ايه اللي جدد في الريسيفر، وايه المميزات، وايه الاضافات، وهل في مشاكل ولا لا. ورجعنا لكم تاني بعد ما الجهاز خد السوفت عن طريق اللودر. طبعا هتشوف بقى دلوقتي بقى حاجه قيمه، حاجه جميله، حاجه تحفه، هيضيف لك حاجه جديده. طبعا هتنبهر لان الجهاز العدسه شغاله، الريموت شغال، الاشاره شغاله، وملف قنوات عربي، يعني هيسرع لك الجهاز. وفي شويه حاجات كده، شويه بهارات من بتوع بلال سات طبعا في السوفت ده. ويلا نقرب الكاميرا على الشاشه عشان نشوف مع بعض. طبعا دلوقتي الجهاز هيفتح معانا بعد ما خد السوفت عن طريق اللودر. وطبعا قلت لكم يعني برضو ممكن انت تجرب عن طريق الفلاشه، بس اكيد طبعا هو اللودر اكيد اللي هيقبل عليه، لان انتوا عارفين اجهزه الجي اكس لازم اللودر يعني. وزي ما حضراتكم شايفين الجهاز فتح تمام. طبعا انا زي ما قلت لك هسيب لك السوفت مدمج، السوفت هيبقى مدمج فيه ملف قنوات جديد وحاجه جميله. اول حاجه كده هنسمي الله ونضغط منيو زي ما حضراتكم شايفين. عزيزي المشاهد، عزيزي المشترك، طبعا انا لما قلت لوجو قناه بلال سات لان بفضل من ربنا الجهاز والسوفت ده خاص بتعديلي انا الشخصي، فطبعا انا حاطط صوره اللوجو على المنيو. طبعا ده حاجه شرف طبعا وحاجه جميله من قناه بلال سات لكل مشتركيني الاعزاء. طبعا اول حاجه نخش على انستولنج، يعني على التركيب. طبعا نخلي اللغه الاول عربي كده، نخش على سيتنج. تمام. زي ما حضرتك شايف المنيو رائع، حاجه جميله، حاجه قيمه. وطبعا الملف القناه بتاعه يعني له باستمرار تحديث جديد يعني. فطبعا ده حاجه جميله في الاجهزه ديت.
هنخش اول حاجه التركيب ونشوف بقى. طبعا عندك في السات فندر وفي الشفرات، وعندك طبعا الاي كي اس دي السيرفر الشيرنج، وعندك الدي شير. وطبعا يا جماعه السيرفر ده فيه هيفعل مع ناس كتير. طبعا انا في الفيديو ده مش هشرح، مش هشغل حاجات عشان خاطر القناه، ولكن احنا طبعا انت تعمق براحتك في السوفت. انا كل اللي عليا ان انا قدمت لك السوفت ومتاكد من السوفت. وطبعا زي ما حضراتكم شفتوا الجهاز كيوماكس اتش 2 ميني اكس ار دي، وطبعا يقبل لكل اجهزه الجي اكس 6605 اس. تمام. وهنرجع بقى نخش على القناه. طبعا هنا سيلكت شانل كانر اللي هو بتاع القنوات اللي هي الشيرنج، يعني لو عايز تشوف لون القناه او تلوين القناه يعني زي ما حضراتكم فاهمين. طبعا هنا بقى الراديو والفيفورت والتلفزيون والقنوات والترتيب والحاجات ديت. نرجع بقى نخش على السيتنج. طبعا هنا بقى اللغه والوقت واعداد الاف في وكل حاجه زي ما انتم فاهمين طبعا. وطبعا لو دخلنا على معلومات النظام السوفت حديث بالسنه ال 22 يعني. وطبعا الميزه في السوفت ان هو بيدعم الفلاشتين الواي فاي، يعني مالكش حاجه خالص، هتستفاد. طبعا هنرجع باك. طبعا احنا بنعمل على السريع. وطبعا يا جماعه عشان الناس تبقى فاهمه، لو حبيت تحدث ملف القنوات فبنخش على اليو اس بي. هو يعتبر حول لك الجهاز زي الكيوماكس اللي انتوا عارفين الاتش 2 ميني القديم او السالك الاتش 2 ميني. تمام. عايزكم تصحصحوا معايا لان طبعا الجهاز اتغير 300 درجه عن الاول. وطبعا بصراحه انا شايف السوفت ده قيم وسوفت جميل جدا وسريع بجد. وطبعا يكفي ان هو بيدعم ملف قنوات، وطبعا بيدعم اعدادات جميله واضافات مميزه. هنرجع باك ونخش. طبعا يبقى احنا قلنا لو عايز تحدث الجهاز بعد كده ملف قنوات بتخش على اليو اس بي، مش لازم تحديث البرنامج والحاجات القديمه ديت. تمام. وطبعا عندنا اليوتيوب شغال. وطبعا لو دخلنا على النتورك، وطبعا وهنا بقى ايه عايزك بقى ايه تستمع كويس عشان خاطر تقدر توصل معايا. طبعا عندك شبكه الاعداد اللي هي الواي فاي. طبعا هو بيدعم الفلاشتين زي ما قلت لحضرتك، هو بيدعم فلاشتين الواي فاي. تمام. وعندنا بقى هنا في حاجات جميله وحاجات واضافات، وهيبقى في عندك هنا اضافه. تمام. خلي بالك معايا عشان احنا مش هنشغل حاجه. وطبعا ده التحديث الاونلاين. وانا طبعا هنا بقى رساله ارجع كده وتنبيه مهم هرجع بيه الكاميرا. يا جماعه بلاش تدي تحديث اونلاين للسوفت، عشان خاطر لو اديته تحديث اونلاين الريموت مش هيشتغل معاك. طبعا انا معدل ريموت الجهاز اللي هو الكيوماكس شغال عادي سواء الكبير او الصغير. ريموت التايمر شغال عليه، ريموت الجي اكس شغال عليه. لكن لو اديت الجهاز سوفت اونلاين طبعا كل ده هيفصل خالص معاك، مش هيشتغل الا ريموت الهيروشيما. وطبعا شغال ملخبط مش شغال صح. تمام. فيبقى احنا هندي الجهاز على وضعه، لان انا دامج لك في الجهاز في السوفت ملف قنوات جديد ضايف لك فيه حاجه جميله. طبعا بيفتح بلوجو بلال سات. طبعا حاجات جميله، فكل ده تدوله مره واحده وما تعملش تحديث اونلاين. وطبعا بيقبل ملفات قنوات الجديده بتاعت الجي اكس. هنرجع باك. تمام. وده شكل منيو، ده شكل القائمه بتاعت القنوات. برضو حاجه جميله وحاجه محترمه وقائمه رائعه واضافات مميزه. فطبعا يا جماعه يبقى زي ما قلنا لحضراتكم هضيف لكم كل حاجه في السوفت. انت هتدي السوفت للجهاز وتعمق براحتك. وطبعا ما نقلقش من اجهزه الجي اكس، لانك طبعا عن طريق اللودر بترجع للقنوات وترجع للسوفت القديم يعني، وكل حاجه نمسك فيها. فما تخافش على الجهاز بتاعك. تمام. والعدسه شغاله وبيدعم فلاشين واي فاي، يعني سوفت بجد ممتع. انت هتسيب جهازك عليه، لان انا بصراحه مش شايف ان هو سوفت جميل. تمام. نرجع بقى بالكاميرا كده، وتبقى احنا كده وصلنا لنهايه موضوعنا النهارده. ونبذه سريعه. جهازنا النهارده كان كيوماكس اتش 2 ميني اكس ار دي. طبعا سوفتنا النهارده سوفت جميل لحل جميع المشاكل، هيضيف لك اضافات جميله. العدسه شغاله، الريموت شغال، عندك يجي 3 4 ريموتات شغالين على الجهاز. وما كنتش عملت اعجاب للفيديو اعمل اعجاب للفيديو واشتراك للقناه وتفعيل زر الجرس لكي كل ما هو جديد في عالم الخبرات. وانتظرونا ان شاء الله شرح قادم. وبعتذر لكل الناس اللي طولت عليهم في الرد، ولكن ظروف والله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي شرحاء بلال سيف في كل مكان.